عزمي ويحيى عزمي، وكانت مرافقة كمان لوقات. وبعد ما خلفت البت دي في الحرام راحت كتبتها على اسم ابوها. ابوها على اسم ابوها. ابوه، ايوه ابوه وفاء عامر. وعلى اسم امها زيزي، يعني كتبت زوزو. على اسم امها وعلى اسم ابوها. في العادي الإنسان بيحب الفضايح، وبالأخص المواطن العربي، وبالتحديد المواطن المصري. لكن حط نفسك مكان الناس دي لما أنت تشوف فضيحة أو اتهام صريح لممثلة مشهورة بإنها بتتاجر في تفتكر أنت ممكن الفضول هيشدك وياخدك وهيخليك تعرف أكتر، ولا هتكبر مخك؟ أنا أمين أشرف، ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ. فلا وفاء عامر، انت عارفه كويس ان ابراهيم شيكا ما ماتش من سرطان المستقبل والقولون. مات عشان كان تجارة الاعضاء، وانت كنت وسيطه وسمساره اعضاء ومعروفه. من أسبوع تقريبا ظهر فيديو على تيك توك من واحدة اسمها مروة بتدعي إن هي بنت الرئيس السابق محمد حسني مبارك. أنت هنا يا صديقي هتقول لي بس حسني مبارك ما عندوش بنات. هقول لك بكل بساطة إن هو يقال إنها عملت تحاليل وأثبتت فعلا إن هي بنته من واحدة مغنية أو ممثلة اسمها إيمان التوخي. بس معلش يا صديقي عدي الجزء ده لأن اللي جاي صعب مخك يتخيله. 23 ولا 22 الواد يعني اللي امه كانت هتتفتم عليه اللي قطعتيه. العمارات والعقارات ومش عارفه الادويه المضروبه. المهم مروه دي طلعت في لايف على تيك توك وقالت ان المرحوم ابراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق ما ماتش بسبب مرض السرطان، لكن بسبب حاجه تانية مختلفه تماما. والحاجه دي يا صديقي هي تجاره. طيب انت هنا اكيد هتقول لي ده اكيد واحده مجنونه وحابه تطلع ترند. هقول لك يا صديقي تعالى نتكلم من زاويه تانية. مروه او بنت الرئيس السابق محمد حسني مبارك قالت ان ابراهيم شيكا مات بسبب ان هو باع كليته وجزء من واللي خلاه يعمل كده هي زوجته. طبعا ده بسبب ان هي عاوزه تعيش في مستوى معيشي اكبر واحسن. ويمكن وسامحني لو هخرج عن النص، الكلام اللي بيتقال ده يا صديقي هو الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا. انا هنا مش بتهم حد، وكل الاشخاص الواجب ذكرهم في الحلقه دي لهم مني كل الاحترام والتقدير. انا بس مجرد ناقل للقصه ليس الا. تعال نكمل موضوعنا. ابراهيم شيكا ما ماتش من سرطان المستقبل والقولون. مات عشان كان تجارة الاعضاء، وانت كنت وسيطه وسمساره اعضاء ومعروفه يا وفاء عامر. ومراته هي اللي حرضته يتبرع بكليته وفص من الكبد عشان يحسن مستواهم المعيشي. مروه لما قالت الكلام ده يا صديقي الدنيا سخنت والفيديو حرفيا ضرب. ما هو فضيحه بقى، وكل اللي رايح واللي جاي يقول حكايات في القصه دي. علشان تكمل مروه قصتها وتقول ان السبب في ان شيكا يعمل اللي عمله ده كانت الفنانه الكبيره وفاء عامر، وقالت ان هي شغاله مع مافيا تجاره علشان اللي يحصل بعد الكلام ده ان الدنيا تتقلب حرفيا من كل الاطراف. يعني الفنانه وفاء عامر قالت انها تاخد حقها بالقانون، وزوجة الراحل ابراهيم شيكا طلعت في فيديو بتستغيث فيه الحكومه المصريه بانها مش عارفه تنزل من بيتها، وان ولادها بيسالوها هو بابا باع كليته فعلا. وعلشان يحصلهم في السكه والده اللاعب نفسه بانها تطلع على فيديو على تيك توك وتستنجد بالمستشار مرتضى منصور ان هو ياخد حق ابنها. عليكم يا اولاد، علينا كله خير يا رب باذن الله. بناشد من الاستاذ مرتضى منصور يجيب لي حقي من اللي بيحصل دوت. انا بعد ربنا سبحانه الله وتعالى ماليش الا هو اللي يجيب لي حق ابني اللي الناس كلها بتتكلم عليه بعد ما مات، الله يرحمه ويجعله في الجنه والنعيم. وماليش الا انت بعد ربنا سبحانه الله وتعالى. وانا ست مريضه ومش لاقي اي حاجه خالص، ربنا اعلم بالظروف اللي انا فيها. والله اللي بتنزل سبع السماوات ويكسر المرض ويديك الصحة ويبارك لك بحق دي هنا بأهل بيتي. مالناش الا انت بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي يجيب لنا حقنا من اللي ظلمنا وظلم ابني وبيكلمه كلام مش عارفين له اول ولا اخر، حرام يعني ولا حلال. بعد ربنا سبحانه وتعالى انت البركة فيك بعد ربنا سبحانه وتعالى.
وفضلت الدنيا شايطة كده لحد مع الوقت في ناس تانية مشهورين اتذكر اسمهم في القضية دي، زي مثلا مجموعة ستات مشهورين على التيك توك، زي واحدة اسمها مساجدة، وواحدة اسمها أم مكة، وواحدة تانية اسمها حاجة الرحالة، مش متذكر بصراحة يا صديقي. لدرجة إن الحوار ده طال المخرجة إيناس الدغيدي والفنانة إلهام شاهين. أنت متخيل حجم الفضيحة اللي دايرة يا صديقي في الليلة دي؟ وللأسف علشان هي فضيحة وكله مصدق، ظهرت تكهنات كتير جدا، زي مثلا كان من فترة في شخصية اسمها دينا مراجيح، أكيد تعرفها. المهم يا صديقي دينا مراجيح دي كانت اختفت فترة، وبعد كده يقال إن هم لقوها متوفية، بس بصراحة أنا مش متأكد من الرواية دي يا صديقي. بس اللي ربط دينا مراجيح بالقصة دي هي إنها كانت متصورة فيديو مع واحدة من ضمن الناس اللي تم ذكر اسمهم في القصة دي، وللأسف بعد الفيديو ده هي ما ظهرتش تاني. انا سامع الرحاله عارفين صح؟ انت بيقول عن امي ولا يا اساس بدعي لك ويشيكي بدعي لك وادعي لك قبل ما انام عادي عادي ما تقولش كده والله بدعي لك كل شويه مش عارفين هتظبطي طول حياتك هتخليك حاجه ثانيه هتظبطي انك كويسه بقى جنبك وتخليك حاجه ثانيه مش عارف بس ربنا يشيكي وبدعي لك وفي برضه حاجة تانية، والحاجة التانية دي هو في شخص مشهور اسمه عم إبراهيم نور الدين، وده برضه اسمه اتجاب إن هو مختفي وإنه ممكن يكون ضحية في القصة دي، والله أعلم إذا كان هو عايش ولا ميت. كل التكهنات دي يا صديقي مع إن مفيش أي دليل ينفي القصة دي خلى الناس تصدق فعلا إن في مافيا موجودة وبتستخدم البلوجرز دول علشان كده. ما هو برضه بالعقل يا صديقي، واحدة زي أم ساجدة ولا أم ماجدة أو غيرهم من الناس دي اللي بصراحة أنا مستغرب مستوى الشهرة المبالغ فيه اللي هم خدوه، أو إن مثلا حالتهم المادية اتحسنت كتير. تفتكر كل ده من النت؟ بقى بتجيبي ست مساعدة؟ انت جيتي في طريق اللي ما بيرحمش، روحي لها بقى يا مرة يا شمامة يا عرة النسوان يا اللي ما تسويش في سوق النسوان بصلة، بتتكلمي على ستك ام مساعدة. طب جبتي سيرة وفاء عامر، وفاء عامر خدت حقها معاكي بالقانون، جبتي سيرة ام مكة هكذا. انا بقى يا مرة يا عرة النسوان مش بتاعت واقع، انا بتاعت واقع. هتجيبي سيرتي انت عايزة تصيطي، انا هصيطك يا عرة النسوان. عيني الاتنين عايزة تطلعي وتاخدي ركش، هخليكي تاخدي ركش على قفايا. انت هتبقي محتوايا يا مرة يا عرة النسوان، يا مرة يا هل يا مرة اللي ما تسويش في سوق النسوان. بصي بصلايا علي صوتك مش سامع، تجيبي في سيرة ستك ام مساجدة يا بنت. انا بجيب قرش يا بنت، بجيب الجنيه كده. ما هو يا جدعان اللي يخلي بنت حسني مبارك تقول إن أم ماجدة أو أم ساجدة دي كانت هتشارك أميرة الذهب، وبرضه محدش يطلع ينفي كلامها ده. وللأسف الكلام ده كله لوحده بيقول إن في شيء مش مفهوم، في ضلع ناقص في القصة دي. يعني أنا ممكن أكون مثلا أعرف إن السوشيال ميديا ممكن ماديا تحسن العيشة نوعا ما، لكن إنها تحسن العيشة 180 درجة ده لوحده مستحيل يتصدق. وأصلا من الطبيعي يا صديقي إن الإنسان لما ربنا بيكرمه بيحاول يتعرف أو يتصاحب على ناس من نفس مستواه، وده مش قلة أصل يا صديقي أو عنصرية. يعني تفتكر عالم كيميائي مثلا ايه اللي يخليه يصاحب واحده زي ام ماجده او بتاعه الفسيخ او غيرهم من الاشكال دي؟ يعني تخيل كده يا صديقي محمد صلاح يصاحب سوزو الاردنيه، مش طبيعي. هو ده بالظبط اللي حاصل مع الفنانه وفاء عامر، ان هي مصاحبه الناس دي وبتعزمهم وفي لايفات كتير ما بينهم، مع ان لو انت سالت اي حد عادي هيقول لك ان الناس دي مستحيل يكونوا طبيعيين بسبب اسلوبهم. برضه انت يا صديقي مش شايف ان دي حاجه غريبه شويه؟ طيب انت اكيد تعرف الفنانه حنان ترك، او حنان ترك دي بقى كانت مسجونة آداب قبل كده من تحت راس وفاء عامر، وهقول لك ازاي. القصة يا صديقي بدأت ان وفاء عامر كلمت حنان ترك على واحدة بتبيع هدوم مستوردة، وحنان ترك قالت لها تمام انا هشوفها. المهم الأستاذة حنان ترك بعد شهر او زيادة حبة بسيطة كانت في ايطاليا، ولما رجعت مصر لقت ان الست بتاعت الهدوم دي بتكلمها في التليفون وبتعرفها بنفسها، واتفقت ان الأستاذة حنان ترك تروح لها البيت. وفعلا هي كانت مع الأستاذة حنان ترك خطوة بخطوة لحد ما وصلت الشقة بتاعتها، وبعد أقل من 4 دقايق بوليس الآداب خبط عليهم واتقبض عليها ظلم في قضية آداب، بس خرجت بعدها. وده مش كلامي يا صديقي، ده كلام الأستاذة حنان ترك ذات نفسها. بداية الحكاية إن أنا كنت تقريبا من شهر ونص
كلمتني وفاء عامر زميله. على فكره وفاء عامر انا ما اعرفهاش خالص قبل كده، ما حصليش ان انا مثلت معاها قبل سنين وهي جايه. كلمتني علشان تقول لي ان في واحده اسمها امنيه بتبيع ملابس مستورده، لو انا حابه ان انا اشتري منها علشان الفوازير. المهم فقلت لها ان انا مسافره ايطاليا بعد يومين وما اعتقدش ان انا محتاجه هدوم، فقالت لي طيب اوكي على العموم انا هنتظرك لحد ما تيجي من ايطاليا ونشوف. قلت لها ان شاء الله باذن الله، وقفلنا المكالمه على كده. بعد شهر ونص من المكالمه بعد ما سافرت ورجعت لحد ما لقيت واحده بتكلمني في التليفون بتقول لي الو مساء الخير. قلت لها مساء النور، انا امنيه. قلت لها امنيه مين؟ قالت لي امنيه من طرف وفاء عامر. قلت لها خير. قالت لي انا بتاعت الملابس، عندي ملابس مستورده تنفعك للفوازير. المهم وصفت لي البيت وفضلت على التليفون معاها لحد ما وصلت لحد البيت انا والسواق واللبيسه بتاعتي، وقالت لي انا في الدور الخامس. وقفلت التليفون وركبنا العربيه وطلعنا. قبل ما تقوم اساسا عشان توريني الهدوم حتى كوبايات العصير ما نقص منها بق يعني، لقيت الباب بيخبط ومكمل من الناس هائل جدا داخل كتير جدا. قلت في ايه؟ فواحد بيقول لي ازاي يوسف يا مدام حنان؟ قلت كويس الحمد لله صدقني. فهمتي بعدها انه اول ما قال لي انا بعت اداب الجيزه حطيت ايدي على التليفون وبطلب خالد ان انا في ايه يعني. لقيت واحد بيشد مني تليفوني. اولا كنت مستغربه جدا ازاي انا اتهم في اتهام زي ده بدون اي حاجه. تفتكر بقى يا صديقي بعد الحركه دي لسه فيه استنتاج في مخك؟ يعني كميه الناس اللي مع الفلوس اللي تم ذكرهم، او ان لحد الان محدش قدر يقبض على بنت حسني مبارك دي، او ان الفنانه وفاء عامر ما طلعتش حاجه صريحه ودليل قوي وقاطع تنفي به الكلام ده، او ان زوجة المرحوم تنفي بالدليل قاطع كل الشبهات دي. يعني انت يا صديقي مش شايف ان في حاجه غلط؟ ما هو مش طبيعي كل الحاجات اللي مربوطه ببعض دي من غير ما حاجه واحده بس تتنفي او تتاكد، وبرضه مش طبيعي اللي بيحصل ده. فللاسف يا صديقي مفيش في ايدينا غير اننا نشوف نهايه القصه دي. وبس كده يا سيدي، ده كان اللي عندي النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه لو الفيديو عجبك، وما تنساش تكلمنا على الانستجرام لو عندك اي ملاحظه على الفيديوهات او حابب نقول اي قصه جديده، وكل رابط هتلاقوه تحت في الديسكريبشن او في اول كومنت. فبس كده، كان معكم امين اشرف، اشوفكم بالفيديو الجاي.